ان انا يعني ما كنتش عاوز يبقى المناقشه فيها اللي هو ما يمكن ان انا اسميه، يعني هي ليست مناقشه دينيه يعني، لا، لكن هي مناقشه تتعلق بالواقع العملي، مناقشه قانونيه حقوقيه. بس هم قالوا انهم عاوزين حضرتك يعني بتساعدهم في الصفحه اللي هم عاملينها على الفيسبوك، انه عاملين صفحه للمطالبه بحقهن في العمل كمحجبات. تمام. هنا المنطق خليني يعني اتكلم من نفس القاعده الارضيه القانونيه الحقوقيه. تمام. يعني هي هنا المنطق بيقول انه العمل كمضيفه جويه هيبقى في نوع من التمييز الديني، يعني هذا هو الشعار الذي ترفعه الاستاذه فريد، ان في اول ما يبقى في عندي محجبه وغير محجبه بقى في نوع من التمييز الديني. تمام. طيب هو انا تعمدت ان احنا نسمع يعني كل وجهات النظر اللي عرضت، واحنا مش هندخل في جدال او نقاش ديني، لان الحجاب احنا كمسلمين انا مقتنع ان الحجاب فرض، انا اتعلمت كده. لا ما انا مش هناقش بقى القضيه دي. مش هتكلم في دي خالص. انا مش هتكلم. انا دارسه الشريعه الاسلاميه ومسلمه مقتنعه ان الحجاب مش فرض. طب خلاص ده راي حضرتك، انا مش بجيب رايي. ده تفسيري. لا وده تفسيرك بس. لا مش تفسيري. بدليل ما كانش فيه حجاب. لا انا شوف ازاي بقى انا هحول ما هو انا قضيه الحجاب وهل هو فرض. لا انا مش بتكلم في الدين، ولا مش فرض. انا بقول يعني عايزه 9 حلقات. لا انا بتكلم على اساس راي الاستاذه فريده، بتقول ان انا مقتنعه، او رايي ان انا دارسه الشريعه، رايها بيقول ان الحجاب مش فرض. انا بقول لا ده مش رايي انا ان انا اقول الحجاب فرض او لا، ده راي الدين، القران اللي قاله والسنه اللي قالت، فانا مش بتكلم على يعني انت مصممه تلبسيه في شغلك ده لانك رافعه نفس الشعار ان الحجاب فرض. بص هقول لحضرتك حاجه. ما كانش فرض ليه قبل كده؟ انا قطعته عشان هو يكمل، بس انا عشان هو اللي فتح هذا الموضوع. شوف انا هقول لحضرتك لو هنتكلم على الشرع، انا مش فقيهه في الشرع، انا واحده مسلمه زي اي مسلمه. طيب يعني بصلي وبصوم وبقرا قران، وفي رمضان بنروح نصلي التراويح وبحط طرحه، ماشي؟ يعني شايفه انه ده بس انت بتناقشيها من قضيه انه ده حق ده حق حريه ديمقراطيه بالنسبه لي، انا بناقشها من الحق ده، ومصر بقت بلد حريه وديمقراطيه. طيب اتفضل. حضرتك كنت موجود في ميدان التحرير، واحنا كنا موجودين في ميدان التحرير، كان موجود في وسطنا انا كداعيه اسلامي، كان موجود جنبي مسيحي، وكان موجود جنب حضرتك قسيس، وكان موجود كذا. ده في الميدان، ده في الميدان بالظبط. هل احنا لكن في الجو طيب وفي ده السؤال بقى، يعني احنا في وقت الشحن الغير عادي ده بنحب بعض وبنكلم بعض وبنساعد بعض. انا لما كنت برجع ميدان التحرير عشان اقف قدام بيتي، من قدامي ناس مسيحيين وكنت واقف معاهم زيهم واصحاب. فاذا هل لو احنا اصبحنا بنقول قضيه